الترجي الرياضي التونسي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. غدوة 11 متاع الليل بتوقيت تونس إن شاء الله، لقاء مهم جدا للترجي من أجل أول فوز في كأس العالم للأندية. 3 نقاط تكتيكية مهمة جدا لازم أخذها بعين الاعتبار، تخص الفريق الأمريكي كذلك تخص الترجي لاستغلال هذه النقاط المهمة. كذلك 3 لاعبين يعتبروا 3 مفاتح متاع فوز الترجي غدوة إن شاء الله لو يتم تطبيق هذه النقاط التكتيكية ولو يتم الزج بالتشكيلة المناسبة لهذا اللقاء ضد النادي الأمريكي. نبدأ أول نقطة بالنسبة للفريق الأمريكي، يعتمد على تخريج الأظهرة متاعه الظهير الأيمن والظهير الأيسر، هما اللي يرتكز عليهم في بناء الهجمة وهما اللي يمشيوا حتى للآخر ويوليوا يعني خماسي في الهجوم. كما قلنا عندهم 3 جناح أيسر جناح أيمن وعندهم المهاجم، وزيد يكملوا معهم الزوز أظهرة لخلق التفوق العددي في الهجوم وللهجوم بأكثر من عنصر. هذه مهمة جدا تعتبر من نقاط القوة متاعهم. كذلك عندهم زوز لاعبين في الوسط اللي قدام لاعب الارتكاز اللي هما البوكس تو بوكس، يكونوا بستايل هجومي شوية، دونك يكملوا كذلك الهجمة مع البقية متاع ال5 عناصر اللي حكينا عليهم. دونك نوليو لهنا نحكيو تقريبا يهاجم 7 لاعبين. لهنا هذوما نقاط القوة متاعهم، يعملوا التكتل الهجومي من الأطراف من العمق وكذلك من الوسط. النقطة الثالثة اللي عندهم اللاعب بوانجا اللاعب الجابوني، أخطر لاعب في الفريق الأمريكي، ولابد من الحذر من هذا اللاعب اللي هو يلعب جناح أيسر، يدخل من الأطراف كذلك يعمل الديو مع الظهير الأيسر متاعهم، كذلك يدخل كمهاجم ثاني يدخل عمق الملعب. اللاعب هذا يتحرك برشا وديما هو مصدر الخطر. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، هذه من 3 نقاط التكتيكية اللي تخص الفريق الأمريكي. توا باش نجيو للاعبين اللي يخصوا الترجي الرياضي التونسي. أولا اللاعب مكوانا هو اللي قادر يفك الشفرة متاع الدفاع الأمريكي، لأنك أنت لهنا لما يخرجوا زوز أظهر متاعهم لهنا مطالب عندك يكون عندك لاعب جناح أيسر والجناح الأيمن اللي زوز أطراف متاعك تستغل المساحات اللي في ظهر الدفاع كذلك في ظهر الأظهرة، لأنه وقت اللي يخرجوا الأظهرة الديفونس متاعهم باش يتحل، دونك قادر باش تستغلهم من العمق. وهو لهنا باش نحكيو على أشرف الجبري. لهنا كذلك مكوانا اللي نشوفوا اللاعب عنده إمكانيات متميزة جدا، سريع جدا، حركي جدا، كذلك ينفع معاك معناتها في الدفاع، لاعب يضغط مليح. اللاعب هذايا بصراحة مظلوم في الترجي الرياضي التونسي، عنده إمكانيات كبيرة، دولي جنوب أفريقي مش من فراغ في التشكيلة الأساسية متاع البافانا بافانا. دونك لهنا حكينا على مكوانا ونعرف الدور متاع مكوانا شنو باش يعمل بالضبط، كوس سوا في الاوفنسيف كوس سوا ديفونسيف، يعاوننا زاد كيف برشا. وانت مطالب باش تهاجم وتدافع بتوازن مش بتهور. كذلك البلايلي نعرفوا القيمة متاع البلايلي واستغلال الأطراف، وشكون اللي باش يوصل الكرة للبلايلي وشكون اللي باش يوصل الكرة المكونة مع أوكبيلو اللي هو القلب النابض متاع الترجي الرياضي التونسي حاليا، إن شاء الله ربي يبقى عليه الستر. لازموا لاعب بيفو معاه فكاك للكرة، كذلك يمشي القدام، يعطي الكاليتي متاع الباس اللي حاجتك بها، يعطي الباسات اللي تكسر الخطوط. لهنا هذاك علاش باش نحكيو على كوناتي اللي هو اللاعب الثاني المهم جدا في التركيبة متاع الترجي الرياضي التونسي. لاعب يفك كذلك يمشي القدام، يعمل ديو ممتاز جدا مع يوسف البلايلي، يعطي الباسات الطولية والعرضية واللي بالون بيكي الكاسرة للخطوط، كذلك حتى على في القاع يعطي باسيات ممتازة جدا، قادر باش يمشي معاك ويكون وسط ميدان هجومي على الجهة اليسرى، قادر باش يعاون الوسط الميدان اللي باش يكون يا اما ينساس والا الجبالي، كذلك باش يعمل ديو مع البلايلي في الشق الهجومي وفي الشق الدفاعي ممتاز جدا، لانه كنا نعرفوا البلايلي ما يرجعش يدافع مليح، دونك كوناتي هو اللي يغطي على الجهه نتاعو. في المقابل مكوانا يرجع يدافع، لهنا يكون اللاعب الوسط الميدان الهجومي نتاعك يكون متحرر سواء ينساس والا جبالي، ونتمنى يكون ينساس، وكنا نعرفوا القيمه نتاع ينساس.
كذلك بالنسبة للجبري اللي هو باش يكون المفتاح الكبير، لأنه هو اللي باش يفكسي لي دو ديفونسير، باش يخلي الأطراف يتحلوا، وكذلك هو اللي يهبط للعمق متاع الملعب يستلم الكرة ويحل الأطراف. دونك اللعبة الكل باش تكون على الجبري، واللاعب هذا راهو ذكي برشا في مخه، يعرف كيفاش يتمركز، قوي بدنيا في الجسم نتاعو قوي، يعرف كيفاش يكوفري الكرة، يعرف كيفاش يطلب في البروفوندير، يعرف كيفاش كذلك يخرج على الاطراف ويدخل بليلي كوم افون سونتر، كذلك يحل على اليمين ويدخل مكوانا كذلك دوزيام اتاكون. دونك لهنا تولي الحركيه الهجوميه الانيماسيون اوفنسيف. دونك الجبري هو لو بون بروفيل اللي ان شاء الله المفتاح من مفاتيح الفوز نتاع الترجي الرياضي التونسي. هذم الثلاثه لاعبين المفاتيح، وكذلك هذوما الثلاثة نقاط التكتيكية المهمة جدا، العنوان الأبرز للمواجهة متاع الترجي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. خلي لنا رأيك في التعليقات، شارك الفيديو مع أصحابك المكشخين، نتمنى حظ موفق للترجي الرياضي التونسي، حظ موفق لممثل الكرة التونسية، وإن شاء الله مربوح.